السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض هريسة الذرة، وان شاء الله الوصفة دي تعتمديها بالمقادير مظبوطة جدا. الكيكة دي هتطلع معاكي هشة وطرية والطعم بتاعها حكاية. يلا بينا نشوفوا مقاديرنا. مقاديرنا احنا موحدينها، المقادير الجافة كوباية ونص، وطبعا نفس الكوباية اللي بعاير بيها السكر هي اللي بعاير بيها الدقيق. كوباية ونص من السكر، كوباية ونص من الدقيق الأبيض، كوباية ونص من دقيق الذرة الناعم. أما المواد السائلة هتكون كلها نص كوباية، بنفس مقدار الكوباية اللي أنا عايرت بيها، نص كوباية من اللبن، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من عصير البرتقال. ومعانا طبعا 5 بيضات، ومعانا طبعا الفانيليا علشان خاطر البيض. دلوقتي احنا حاطين كوباية ونص من السكر، هضيف معاهم ال5 بيضات زي ما انت شايفة كده، وبعد كده هبتدي ان انا اضربهم. لو البيض بتاعك صغير اعملي 5 بيضات زي ما انا عملت، اما لو البيض بتاعك كبير ممكن تعملي 4 كبار. هبتدي دلوقتي بالمضرب اضربهم، سواء في المضرب او في خلاط الطماطم، لان الوصفة سهلة جدا، يعني مش متعبة ولا محتاجين ان احنا نعمل ندخل هوا كتير في البيض ولا حاجة. زي ما انت شايفة كده ضربناه، وبعد كده لما ابتدى القوام بتاعه يبتدي يتقل شوية، طبعا مش هيكون زي التورتة لما تيجي تعمليها لازم البيض يعمل فوليوم عالي، لا احنا مش محتاجين كل ده. وبعد كده بعد ما حطينا عصير البرتقال دلوقتي بنحط الزيت مع اللبن. انا سخنتهم مع بعض، طبعا مش تسخين يعني تكون دافية. حطيت دلوقتي اللبن والزيت وعصير البرتقال، بضربهم كلهم كده مع بعض عشان كل المقادير بتاعتي تتجانس معاها. وطبعا اللبن لو انتي حابة كوباية كاملة ومش عايزة عصير برتقال تقدري ان انتي تحطي كوباية كاملة من اللبن، اما لو بتحبيها بعصير برتقال يبقى نص كوباية من عصير البرتقال ونص كوباية من اللبن ونص كوباية من الزيت. دلوقتي الخطوة دي انا حطيت معلقتين صغيرين من البيكنج باودر على مقدار الدقيق الابيض والدقيق الذرة. زي ما قلنا دقيق الذرة ودقيق الابيض دي كوباية ونص ودي كوباية ونص، يعني مقاديرنا ثابتة وسهلة في نفس الوقت تقدري ان انت تحفظيها. خدت نص الكمية وضفتها على الخليط اللي احنا ضربناه بالخلاط او بمضرب البيض، وبعد ما بتختفي كمية الدقيق ببتدي ان انا اضرب بقيتها لغاية ما بيكون معايا الخليط سايل، ما بيكونش القوام بتاعه تقيل زي الكيك او التورتة بتكون قوامها تقيل، لا القوام اللي احنا عاملينه ده بيكون خفيف شوية. وما تقلقيش طبعا منها ان هي خفيفة، دي هتخليكي ان انت تحسي فعلا ان هي هتبقى هشة معاكي وطرية. يعني ما تقلقيش، المقادير دي مظبوطة ومعتمدة، وان شاء الله لما تعمليها هتعجبك وهتعتمديها على طول. جبت صينية بعد كده وبطنتها بالزيت، وببتدي ان انا اضيف معايا كل المقدار بتاع هريسة الذرة، وبدخلها على فرن على 180 درجة، بتقعد معايا حوالي ساعة الا ربع او نص ساعة و10 دقايق، وبتطلع بالمنظر الجميل ده. الصينية تحفة والطعم بتاعها جميل وريحتها حلوة جدا عشان احنا عاملين معاها عصير برتقال ومعاها كوباية شاي كده اخر روقان. الطعم بتاعها حلو، وان شاء الله الوصفة تجربيها وتعتمديها وبقوليلي في التعليقات. وما تنسيش لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكتر عدد من الناس، وما تنسيش الاشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.